السلام عليكم. يا ترى ايه اللي يخلي بني آدم يدفع تمن شقة في التجمع عشان يقعد 90 دقيقة يتفرج على واحد بيجري ورا كورة؟ أيوة، أنا بتكلم عن نهائي المونديال 2026 اللي هيتلعب بكرة، الأرجنتين وأسبانيا. بص يا جماعة، خلينا نكون صراحة، الكرة اللي كنا بنلعبها في الشارع بشراب مقطع بقت دلوقتي بورصة عالمية بيتحكم فيها ناس مش بيشوفوا الكورة إلا من ورا إزاز مصفح. تخيل إن تذكرة النهائي وصلت لأرقام تخليني أشك إننا رايحين نشوف اللي مش هيتشاف. عارفين يعني إيه أرخص تذكرة في النهائي ب5700 دولار؟ يعني لو بعت الكليتين اللي شغالين بالعافية يا دوبك أدخل أجيب مية في المدرجات وأمشي. الأهم من ده إن الفيفا قرروا يطبقوا نظام التسعير الديناميكي. يعني إيه؟ يعني كل ما تزيد دقات قلبك وانت بتدور على تذكرة السعر هيغلى في وشك، كأنهم بيقولوا ادفع أكتر عشان تتنفس أكسجين الملعب. كلام غريب وكلام عجيب. يعني معنى كده إن التذاكر حتى محدش هيلاقيها، واللي هيلاقيها هيلاقي سعرها زاد. الكوميديا في الموضوع بتبدأ لما تروحوا على منصات إعادة البيع، هتشوفوا أرقام خيالية. 145,000 دولار عشان تقعد جنب ميسي؟ يا راجل، ده لو قعدت جنبه هطلب منه يسلفني تمن التذكرة نفسها. المونديال ده مش بطولة، ده اختبار ذكاء للطبقة اللي معاها فلوس زيادة، وغباء تام للناس اللي زينا اللي لسه مصدقة إن الكورة لعبة الفقراء. هما فين الفقراء دول؟ بس استنوا، الموضوع مش بس تذاكر، ده الموضوع أكبر من كده بكتير. الفيفا قرروا يغيروا قواعد اللعبة، مش بس في الملعب، لأ، ده في خواتم الأبطال. لأول مرة في التاريخ في كأس العالم الفيفا قرروا يوزعوا خواتم ذهب على أبطال المونديال. ليه بقى؟ عشان يقلدوا الأمريكان في السوبر بول، ولا عشان يخلوا اللعيبة شبه عصابات المافيا اللي لابسين دبل ذهب في إيديهم؟ تخيلوا المنظر، 30 خاتم بس لأبطال العالم، وهيبيعوا 1996 خاتم تانيين. ليه بقى؟ هيتباعوا للناس اللي عندها فايض في الحساب البنكي عشان يتباهوا بيه في الصالونات، لابسين خاتم زيهم زي أبطال العالم في الكورة. ما هم هيبقوا أبطال العالم بقى. انت متخيل ميسي أو أي لاعب أسباني وهو طالع يستلم الخاتم بيفكر في إيه؟ وأنا لو بعت الخاتم ده هجيب بيه كام تذكرة لعيالي؟ ده نوع جديد من البرستيج اللي بيتحول لسلعة. الفيفا مش بس بتبيع كورة، الفيفا بتبيع أوهام متغلفة بالذهب. الغموض هنا مش في مين اللي هياخد الكاس، الغموض في المسرحية اللي بتتعرض علينا. الأسعار بتغلى، الذهب بيلمع، والفقراء يا عيني بيتفرجوا من ورا الشاشات وبيحاولوا يلمحوا لمعة الخاتم ده في إيد بطل العالم. احنا تحولنا لجمهور أونلاين، بس الجمهور الحقيقي بقى أرقام حسابات بنك ماشية على الأرض في ملعب 100 لايف. بس استنوا، لسه فيه اللي هصدمكم بيه، عشب الملعب اللي بيتباع زي الذهب. في تفاصيل تانية هتخليك تتأكد إننا عايشين في فيلم خيال علمي رخيص، بس التيكت بتاعته ب1,000,000 دولار. استنى هحكيلك على حكاية مش هتصدقها. الفيفا كملوا يعملوا مسرحية بفصل جديد خالص، فصل يخليك تمسك راسك وتضحك من قلبك بمرارة. أقولك على الحكاية، الفيفا قرروا يبيعوا حتة عشب، يعني يقطعوا حتة كده من العشب. أيوة، عشب حقيقي من أرضية ملعب 100 لايف اللي هيلعب عليها الأرجنتين وأسبانيا. مش أي عشب، ده عشب نهائي كأس العالم 2026. يعني حتة عشب كده طالع عليها عرق ميسي أو جرى عليها أسرع لاعب في أسبانيا، هيقطعوا حتت كده ويحطوها في قالب إكريليك ومكتوب عليها تذكار رسمي. تمنها كام بقى يا ترى؟ 450 دولار. 450 دولار يا جماعة في شوية نجيلة كان ممكن تدوس عليها عادي وانت خارج من الملعب. يعني تقريبا بالمصري يعني تقريبا ما بين 22,000 23,000 جنيه في حتة قد مفيش، ما تجيبش ربع متر. هو احنا وصلنا للمرحلة دي؟ احنا وصلنا ان احنا نبيع التراب اللي لعب عليه الأبطال بتوع كأس العالم؟ القصة مش واقفة عند 450 دولار وبس، لا، ده الفيفا عاملين بقى فئات، في اللي ب900 وفي اللي ب1200، ووصلت للنسخة الهيرو ب3000 دولار. غالبا دول اللي هياخدوا الجون ده تقريبا.
ايوه 3000 دولار. تاخد معاها تذكرة تذكارية مطلية بقى ايه بالذهب، وهتاخد كمان معاها مجسم كريستالي. يعني من الاخر الفيفا هتبيع لك الهوا في ازايز، هوا النهائي وفي علبة شيك، وكله بفلوسه. وانت بقى وحلاوتك. واللي يجنن اكتر ان 2026 قطعة اللي عملوهم على اساس السنة، يعني خلصوا قبل الماتش ما يبدأ. يعني في 2026 بني آدم حوالين العالم دفعوا ألوف الدولارات عشان ياخدوا حتة من العشب ده. ده مش جنان، ده اقتصاد الهوس. يعني الملعب متباع من قبل ما اللعيبة تلعب عليه. الفيفا طلعوا ب11 مليون دولار و200 ألف من شوية زرع بس. واحنا قاعدين بنسأل هو النهائي هيتذاع الساعة كام؟ والله انا عن نفسي لو جبت حتة العشب دي هعمل بيها ايه؟ هحطها في الصالون، هقول للضيوف بصوا ده عشب ماتش 2026 اللي ميسي جري عليه. يلا بقى كل واحد يدور على حتة عشب من اي حتة ويعلنها كده بقى على النت ويقول لك يا جماعة ده حتة من كاس العالم، وهيطلع له بكام مليون. هو ايه اللي بيحصل؟ الفيفا بتعمل فينا ايه الافكار الجهنمية دي؟ انا نفسي اعرف مين اللي بيفكر. اقعد معاه ساعة حياتي هتتغير، هبقى في حتة تانية. فين معرفش، بس ابقى في حتة تانية. لكن اللي بيحصل ده كتير وقوي. يعني خواتم وقلنا ماشي، لعيبة وهنجملهم، وميسي بقى اللي هيكسب فهنديله. طيب العشب ليه ده المعيز بتاكله، والنعمة المعيز بتاكله. ده احنا بنعدي عليه وندوس في الارض كله طينة. انا مش عارفة الكلام ازاي. والمهم انه متباع من قبل كمان ما كاس العالم يبدأ. المهم في الاخر ده مونديال مش مجرد كورة، ده العملية مقفولة. الموضوع كله مش عارفين يجيبوا فلوس منين. يعني الماتشات اتسوقت، البطولة طلع عليها ترندات كتيرة، كلام وحكايات وأخطاء عشان نوصل لهدف معين يبقى هو ده الواجهة التجارية، وكله بفلوسه. خواتم وإشاعات اتقالت كل ده بيتباع، كل ده بفلوس. درجة العشب مش لاقيين حاجة تانية يعملوها. يعني وأكيد فانيلات اللعيبة هتتباع. انتوا فكروا بس فانيلات اللعيبة مش هتتباع، هي كمان هتتباع. إذا كان العشب ب450 دولار والتذكرة بآلاف الدولارات، يعني الموضوع دخل في 2 مليون دولار للتذكرة اللي في المقصورة دي. الناس اللي هاي أقل حاجة 5700، دول اللي هم قاعدين في الدرجة الثالثة أو الرابعة، أو قاعدين جنب البوابة ورا، اللي هم مش شايفين مين بيجري ولا الماتش استراحة. يعني دي حاجة جميلة. تخيل تدفع 5700 دولار ولو لقيتها عشان تقعد ورا خالص وتشوف هو في ماتش شغال ولا لأ. اسمك قاعد بتتنفس من الهوا اللي بيتنفس منه ميسي. حاجات غريبة، حاجات عجيبة. بس السؤال اللي عايزة أسأله لك، لو معاك 450 دولار دول كنت هتشتري حتة العشب دي عشان توثق اللحظة التاريخية وتحطها في الصالون؟ أصلا الصالون مش ب450 دولار، الصالون نفسه مش ب450 دولار نهائي خالص. يعني أنا كنت بفكر إن أنا ممكن أجيب حتة وأقول عليها دي اللي جرى عليها ميسي. النهائي بكرة، الكل مستني مين اللي هيشيل الكاس، مين اللي هيبيع نجيلة الملعب المرة الجاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة، ودينا متابعين معاك وهنشوف ايه اللي بيحصل في كاس العالم. شكلها كده هتخلص على حكايات. وقول لنا في الكومنتات لو معاك الفلوس دي تشتري حتة العشب ده، حتى لو كانت من غير فلوس هتاخدها ولا ايه حوارها؟ ليها مكان عندك في الصالون؟ اهم حاجة ليها مكان عندك في الصالون ولا لأ؟ قبل ما تشتري حاجة تعمل لها مكان. امال هتجيبها تحطها فين؟ تعلقها في الحيطة؟ اسيبكم في امان الله وربنا يستر بقى. السلام عليكم.